السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو جديد، امتحان جديد. هذا امتحان ديال الأستاذ خالد الرويسي، الأفواج جروب اف ديال مادة المواريث. السؤال الأول: هلك هالك عن جدة لأم بنت ابن الابن أب أخت شقيقة، أصل هذه الفريضة مع ذكر شروط الاستحقاق. بالنسبة الورثة اللي عندنا جدة لأم، هنا غتاخد السدس. بالنسبة للشروط ديالها: ترث السدس فرضا لانعدام الحاجب. هذا هو التعليل اللي كيبغي الأستاذ الرويسي، يعني كيبغيك دير ليه داكشي بالتعليل بالتبسيط باش تاخد النقطة ديالك كاملة. وكدير بين قوسين الأم، يعني شكون هذا الحاجب اللي ممكن يأثر على الأم باش ما تاخدش السدس. بالنسبة بنت ابن النصف، الشروط ديال الاستحقاق ديالها النصف: ترث النصف لانفرادها. أول حاجة انعدام المعصب، كندير بين قوسين ابن الابن، كنزيد انعدام الحاجب. أنا غير مبقاش ليا هنا ليسباس، غندير انعدام الحاجب اللي هو بين قوسين الابن ابن الابن والمتعدد من البنات. بالنسبة للأب عنده السدس زائد التعصيب. علاش؟ لوجود فرع وارث مؤنث، إذا كياخد السدس زائد التعصيب. شروط الاستحقاق: يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود فرع وارث مؤنث زائد انعدام الابن. كنزيد تاد انعدام الابن، لأنه إلا كان الابن غيبقى عنده غير السدس، ماشي السدس زائد التعصيب. هنا الأخت الشقيقة عند الحجب، شروط الاستحقاق: تحجب حجب حرمان لوجود الأب. هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني: هلكت عن زوج وأم وأخ لأم وأخ شقيق وابن عم لأب، أصل هذه الفريضة. هنا قال لك غير التأصيل بلا شروط. الزوج النصف، الأم السدس لأنه كاين تعدد ديال الإخوة، عندي أخ لأم أخ شقيق، أخ لأم السدس، أخ شقيق عاصب، ابن عم لأب حجب. أصل المسألة هنا غيكون 6. الزوج مادام عنده النصف غياخد منها 3، إذا 6 مقسوم على 2 كتساوي 3. الأم 6 مقسوم على 6 كتساوي 1. أخ لأم 6 مقسوم على 6 كتساوي 1. والأخ الشقيق عاصب يرث ما تبقى اللي هو 1 السهم اللي شاط ليه. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، قال لك هذا السؤال عنده علاقة بالسؤال اللي يلاه جاوبت عليه دابا. قال لك: ماذا يمكن أن نقول في حالة ما إذا أضفنا إلى هذه الفريضة أخا لأم؟ وعلل جوابك. يعني قال لك هذه المسألة اللي كان فيها في الأصل الزوج أم أخ لأم أخ شقيق ابن عم لأب، قال لك شنو غادي يوقع إلا كان عندنا أخوين لأم، هنا ماشي غير أخ واحد، أخوين لأم. وعلل جوابك. هنا الجواب: في حالة إذا ما أضفنا في المسألة أخا لأم سيصبح في المسألة أخوين لأم، وبالتالي تصبح هذه الفريضة أو هذه المسألة من الحالات الشاذة والتي تسمى المشتركة، إذ يكون فيها زوج وأم مع تعدد الإخوة لأم مع أخ شقيق واحد ذكر على الأقل. وفي هذه المسألة يرث الزوج النصف وترث الأم الثلث لوجود متعدد من الإخوة. يعني الأم هنا ما غاديش يبقى عندها في المسألة السدس، غيولي عندها هنا غتورث الثلث لوجود متعدد من الإخوة، في حين يشترك الإخوة لأم مع الأخ الشقيق. يعني هنا في هذه المشتركة الإخوة لأم دوك الجوج غيشتركوا مع الأخ الشقيق في الثلث ويقتسمانه بالتساوي فيما بينهم. يعني هاد الأخ لأم، الأخوين لأم والأخ الشقيق بجوج غيكون عندهم واحد الثلث غيقتسموه بالتساوي بيناتهم. بالنسبة هنا عندي خطأ، ترث الأم هنا السدس ماشي الثلث. السدس لوجود متعدد من الإخوة، يعني كيقل النصيب ديالها كل لو ما كانش تعدد غيكون عندها الثلث. هذا هو الجواب ديال هذا السؤال هذا. بالنسبة للسؤال الأخير، قال لك: أتميم الجدول الآتي. أعطى مسألة فيها الزوج أم جد ابن أخ شقيق، أنت غتعطي الأنصبة ودير التأصيل. الزوج النصف انعدام فرع الوارث، الأم الثلث انعدام فرع وارث متعدد من الإخوة، الجد السدس. هنا الجد عفوا غيكون عنده التعصيب وليس السدس، أنا الجد في هذه المسألة لأنه ما كاينش فرع وارث لا ذكر لا مؤنث غيكون عنده التعصيب، وغيشيط ليه سهم واحد. ابن أخ شقيق هذا يحجب لوجود الجد. أصل المسألة غيكون 6، الزوج عنده 6 مقسوم على 2 3، الأم 6 مقسوم على 3 كتساوي 2، والجد غيشط عنده 1 السهم. هنا واحد السؤال عطاه لينا متعلق بهذه المسألة. في حالة قال لك علل جوابك فيما يتعلق بنصيب الجد في حالة ما إذا تم مقارنته بالأب. هنا إذا ما تم مقارنة الجد بالأب في هذه المسألة
فسيرث الباقي تعصيبا. يعني هنا قال لك اشنو غيوقع إلا كان عندنا الجد إلا كان عندنا الأب بلاصة الجد. سيرث الباقي تعصيبا وترث الأم الثلث الباقي، وتسمى هذه المسألة بالغراوين. يعني إلا كان عندنا هنا الأب، الأم ما غاديش يبقى عندها الثلث، غيولي عندها الثلث الباقي. يعني هنا غتاخد هي غير واحد السهم، هنا الأب هنا غتاخد الأم واحد السهم، والأب غياخد جوج أسهم. يعني غيتقلبوا هاد الأسهم هادو هنا في حالة إلا كان الأب. لكن مادام كاين هنا الجد، راه هذا هو التأصيل الصحيح ديال المسألة. ندوز دابا الامتحان ديال الأستاذ الحرفاوي ديال جروب وقيلا واش جي ولا أش. بالنسبة أعطى جوج أسئلة. السؤال الأول: أذكر الحقوق المتعلقة بالتركة بالترتيب المضمن في مدونة الأسرة مع الشرح الموجز. يعني غتعطي الحقوق المتعلقة بالتركة بالترتيب على حساب ما جا في مدونة الأسرة مع الشرح لكل حق متعلق بهذه التركة. الحقوق المتعلقة بالتركة راه هي نفقات تجهيز الميت، كتشمل كلفة الغسل، الدفن، النقل، الكفن. الحقوق ثم الحق الثاني هو الحقوق المتعلقة بعين التركة اللي كتشمل الرهن حماية لحق الدائن، مثلا شي واحد رهن ليه شي حاجة وكيتسالها ليه. ثم كاين كذلك فيها سكن المعتدة من الوفاة. ثم الحق الثالث هو ديون الميت، يعني الديون اللي عليه، سواء ديون العباد ولا ديون اللي ديال الله سبحانه وتعالى. وهنا كنسبقوا الديون ديال العباد على ديون الله. بالنسبة للحق الرابع اللي هي الوصية الصحيحة النافذة، واللي هي فيها جوج أنواع: وصية إرادية ووصية إجبارية ولا وصية أوجبها القانون. الوصية الإرادية هي اللي كيخلي مثلا الموصي باب الإرادة ديالو حرة، مثلا كيوصي لهذا الشخص مثلا بالسدوس ولا يوصي ليه بالسبوع ولا. ووصية واجبة هي اللي أوجبها القانون للأحفاد ديالو. بالنسبة للحق الخامس والأخير اللي هي حق الورثة، ولا كتسمى المواريث بحسب الاستحقاق. يعني فاش كنخرجوا هاد الربعة الأولين ديك الساعة كنبقاو نعطوا كل وارث حسب ما يستحق. بالنسبة للسؤال الثاني قال: قتل ابن أباه عمدا لاستعجال الحصول على نصيبه من التركة التي تقدر قيمتها المالية بمليون درهم، دون التفكير في العواقب ومآسي باقي أفراد الأسرة الضحية المكونة من زوجة، 3 بنات، أب، جد لأب، جد لأم، 3 إخوة أشقاء. المطلوب منك تحليل النازلة فيها شقين. الشق الأول من السؤال: أول حاجة غدير حصر الورثة وصنف وفرض كل وارث وتعيين غير الورثة ومانع أو عارض الإرث لكل واحد منهم، مستدلا في كل حالة بالأدلة الشرعية أو القانونية أو هما معا بإيجاز. هنا السؤال الأول أو الشق الأول من السؤال أشنو قال لنا؟ طلب منا الأستاذ حصر الورثة والصنف ديالهم والفرض ديال كل وارث والتعيين شكون اللي غيورث واللي ما غاديش يورث. ثم كذلك استدلال. نمشيو للوارث الأول اللي غيكون عندنا في هذه المسألة هو الزوجة. يعني أول حاجة كنحصر الورثة، كاين الزوجة الصنف ديالها ترث بالفرض، والفرض ديالها ترث الثمن. بالنسبة للدليل: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا بالنسبة للزوجة. هاني حصرت الوارث اللي هي الزوجة، بينت الصنف ديالها واش ترث بالفرض أو التعصيب، قلت ترث الثمن فرضا، وبينت الفرض ديالها اللي هو الثمن. ثم كذلك درت الدليل اللي طلب مني الأستاذ، سواء قال لك دليل شرعي أو قانوني. كاين كذلك 3 بنات. هنا 3 بنات يرثن الثلثان فرضا. الدليل: فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك. بالنسبة كاين كذلك الأب. هنا الأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. الدليل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وبالنسبة للدليل التعصيب: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. بالنسبة للجدة لأم ترث السدس فرضا. بالنسبة الدليل ديالها كنت أنا قلبت عليه لقيته في واحد الكتاب. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: حضرت رسول الله فأعطاها السدس، يعني أعطى الجدة لأم السدس. بالنسبة للجدة لأب هنا تحجب حجب حرمان لوجود الأب. 3 إخوة أشقاء كذلك يحجبون حجب حرمان لوجود الأب. بالنسبة الابن القاتل هنا هذا الشخص نرجع للمسألة. هنا قال: قتل ابن أباه عمدا.
هنا القاتل عمدا لا يرث، ماشي لا يرث وإنما يعني توفر فيه مانع من موانع الإرث اللي هو القتل العمد. هنا الابن القاتل يمنع من الميراث لتوفر فيه مانع من موانع الإرث وهو القتل العمد. ندوز للشق الثاني من السؤال. الشق الثاني من السؤال شنو قال الأستاذ؟ العمل على توزيع التركة على الورثة أخذا بعين الاعتبار خصم مالي من التركة قدره 190 ألف درهم خصص للإبراء من حقوق أخرى مقدمة في الأداء. يعني هنا غادي نحاولوا نديروا كل وارث شحال كيستحق من التركة، مع العلم أنه كانت عندنا حنا في التركة مليون درهم، هاي راه كنكتبها الأستاذ هنا، تقدر قيمتها المالية بمليون درهم. هذا هو اللي خلى هذا الشخص اللي توفى. مع العلم قال لك خصنا نحيدو منها 190 ألف درهم خصص للإبراء من حقوق أخرى مقدمة في الأداء، وطلب منك باش تعمر هذا الجدول هذا. قال لك هنا شنو هي القيمة المالية للتركة الخاصة بحقوق الورثة. قلنا أول حاجة المبلغ المالي كنحيدو منه الحقوق المتعلقة به، يعني ديك مليون درهم اللي عندنا غنحيدو منها 190 ألف درهم، غتبقى لينا 81 ألف درهم هي اللي غتبقى لينا. هنا كندير الورثة، يعني باش كل واحد نعطيه النصيب ديالو، الزوجة 3 بنات، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الإخوة الأشقاء. هنا داك ابن القاتل راه ما غاديش يورث، واخا نديرو هنا راه يمكن لي ندير هنا مانع، يعني توفر فيه مانع من موانع الإرث، راه أصلا ذكرتها من قبل. الزوجة هنا غتاخذ الثمن لوجود فرع وارث، 3 بنات الثلثين لتعددهم وانعدام المعصب، الأب السدس زائد تعصيب لوجود فرع وارث مؤنث، الجدة لأم السدس لانعدام الحاجب، الجدة لأب تحجب لوجود الأب، 3 إخوة الأشقاء يحجبون كذلك لوجود الأب. أصل المسألة غيكون عندي هو 24 مقسوم على 8 كتساوي 3، 24 الثلثين ديالها هو 16، يعني 24 مقسوم على 3 كتساوي 8 في 2 كتساوي 16. الأب 24 مقسوم على 6 كتساوي 4، الجدة لأم 24 مقسوم على 6 كتساوي 4. إلا جمعت هاد الأسهم هادو 3 زائد 16 تعطيني 19 زائد 4 تعطيني 23 زائد 4 تعطيني 27. إذا المسألة فيها عول وفيها كذلك انكسار، خصني نصحو. انكسار في هذه المسألة كيتمثل في السهم ديال البنات. عندي البنات العدد ديالهم 3 والسهم ديالهم 16، يعني 16 باش نقسم عليهم 3 لا يمكن. إذا 16 و3 بيناتهم تباين، إذا نصحح بعدد الرؤوس اللي هو 3، ف3 غنضربها في العول 27، 3 في 27 تعطيني 81. الزوجة كان عندها 3 في 3 تعطولي عندها 9. الأب كان عنده 16، عفوا البنات كان عندهم 16 نضربها في 3 تولي عندهم 48. إذا هنا البنات كل وحدة غتاخد 16 16 16. الأب كان عنده 4 نضربها في 3 تولي عنده 12. الجدة لأم كذلك كان عندها 4 نضربها في 3 تولي عندها 12. هنا غنمشيو النصيب كل وارث من التركة. أول حاجة نمشيو ندوزو قاعدة توزيع التركة، يعني باش نوزع هاد التركة اللي بقات لي 81 ألف درهم على هاد الورثة خصني نقسمها على الأصل الجديد اللي عندي هو 81 ألف. إلا قسمت على 81 كتساوي 10,000 درهم، إذا 10,000 درهم هو قيمة السهم. إذا غنبقى نشد كل سهم ديال الوارث ونضربو في هاد 10,000. 9 ديال الزوجة، السهم ديال الزوجة 9 إلا ضربتها في 10,000 تعطيني 90,000. 3 بنات عندهم 48,000 إلا ضربتها في 10,000 درهم تعطيني 480,000 درهم. الأب 12 إذا ضربتها في 10,000 تعطيني 120,000 درهم. الجدة لأم 12 إذا ضربتها في 10,000 درهم تعطيني كذلك 120,000 درهم. إلا جمعنا هاد النصيب ديال كل وارث راه غنلقاوه كيساوي لينا هاد 81,000 درهم. هذا هو الحل ديال الامتحان ديال الأستاذ الحرفاوي. غندوز دابا نجاوب على الامتحان ديال الأستاذة جليلة الإدريسي. بالنسبة للامتحان ديال الأستاذة جليلة الإدريسي هو هذا، هو كيف تشوفوا امتحان في مادة علم المواريث الموسم الجامعي 2023-2024، راه ديال الدورة العادية اللي النتائج ديالها راه يقدروا يخرجوا اليوم ولا غدا، على أبعد تقدير يقدروا يخرجوا نهار الجمعة. بالنسبة للسؤال الأول أجيب عن السؤال التالي: ما هي الحالات التي لا يحرم فيها القاتل لمورثه من الإرث؟ الجواب ديال هذا السؤال هنا الحالات هي كاينه كنظن حاله وحده اللي هي الحاله فاش كيكون يعني القاتل قتل المورث ديالو خطأ، لانه لا قتل عمدا كتحرم نهائيا من الإرث، كتحرم من المال ومن الدية.
أما هنا هذه الحالة، فالحالة التي لا يحرم فيها القاتل لمورثه من الإرث هي حالة القتل خطأ دون أن يقصد قتله، إذ في هذه الحالة القاتل خطأ يرث من المال فقط دون الدية. يعني داك القاتل كيعطي واحد التعويض للعائلة ديال الشخص هذاك اللي قتلو، وما كيورثش من داك التعويض، كيورث غير من التركة ديالو. هذا في حالة إلا كان من الورثة اللي عندهم الحق في الإرث. بالنسبة للمسألة يعني السؤال الثاني، قم بحل المسألتين التاليتين مع الشرح والتعليل دون وضع جدول. المسألة الأولى فيها زوجة، أختين شقيقتين، أختين لأم. هذا هو الحل ديال المسألة. يعني المسألة الأولى بحال هكا الأستاذة جليلة الإدريسي كتبغي الحل، ما كتبغيش هي ديال الجداول. الزوجة عندها الربع، كدير لها الوارث شحال النصيب عنده وكدير لها الدليل. الزوج الربع لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الأم السدس لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا كاين الإخوة، إذا الأم السدس. أختين الشقيقتين ثلثين لقوله تعالى إن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. أختين لأم الثلث لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم من بعد كدير التأصيل ديال المسألة، كتكتب إذن أصل المسألة هو 12 لأنه هو المضاعف المشترك، لأن بين 4 و6 و3 و3 غنلقاو أصغر مضاعف مشترك هو 12. من بعد كدير الزوجة، كل واحد هنا كتعطيه السهم ديالو. الزوجة عندها الربع ديال 12، إذن 3 الأسهم. الأم عندها السدس ديال 12، إذن سهمين. أختين الشقيقتين 8 الأسهم. أختين لأم 4 الأسهم. ثم كنجمعوا هنا هاد الأسهم كنلقاوهم 17 سهم. هنا كتقول بأن المسألة عالت من 12 إلى 17. هذا الحل ديال المسألة الأولى، لأنه عندنا هنا جوج مسائل. المسألة الأولى هي هذه جاوبنا عليها. المسألة الثانية توفي شخص عن أم وأخت لأب وأخت لأم وترك 50,000 درهم، فما هو نصيب كل وارث على حدة؟ إذن هنا الورثة عندي هما 3 أشخاص، كل واحد غنحدد ليه المبلغ ديال التركة ديالو. علما أن مبلغ التركة هو 50,000 درهم. نفس الشيء كندير الوارث الفرض ديالو وكندير التعليل. الأم السدس لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هنا الإخوة كاين التعدد، إذا الأم السدس. الأخت لأب النصف لقوله تعالى إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت لأم السدس لقوله تعالى إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يعني عند الانفراد السدس. إذن أصل المسألة هو 6 لأنه هو المضاعف المشترك الأصغر بين 6 وجوج و6. الأم السدس ديال 6 غتاخد واحد السهم. أخت لأب السدس النصف ديال 6 لأنه هي عندها النصف غتاخد 3. والأخت لأم عندها السدس غتاخد واحد السهم. نجمعوا الأسهم، 1 زائد 3 كتساوي 4 زائد 1 كتساوي 5. أنا عندي أصل المسألة هو 6، إذا المسألة فيها رد من 6 إلى 5. دابا غنحاول ندير التقسيم ديال التركة. غنشد داك المبلغ ديال التركة اللي عندي اللي هو هذا 50,000 درهم، غنقسمو على الرد. 50,000 درهم مقسوم على 5 باش نعرف قيمة السهم كتساوي لي 1000 درهم. إذا كنجي نكتب نصيب كل وارث هو، وكنبدا نعطي للأم النصيب ديالها. السهم ديالها هو 1، القيمة ديال السهم 1000، إذا 1000 في 1 كتساوي 1000. الأخت لأب السهم ديالها 3، القيمة ديال السهم هو 1000. 10,000 عفوا، إذا 10,000 في 3 كتساوي 30,000. الأخت لأم القيمة ديال السهم ديالها هو 1، والقيمة ديال السهم 10,000. هنا عندي خطأ، 10,000 ديما كنشد هاد القيمة ديال السهم كنبقى نضربها غير في الأنصبة ديال الورثة. 10,000 في 1 كتساوي 10,000. إلا جمعت هادو راه كنلقى كتساوي ليا هاد 50,000 هادي اللي هي مبلغ التركة. 10,000 زائد 30,000 هي 40,000 زائد 10,000 راه هي 50,000. هذا هو الحل ديال الامتحان ديال الأستاذة جليلة الإدريسي، ونتمنى التوفيق للجميع. وإن شاء الله اللي ما حالفوش الحظ في الدورة العادية يحالفوا الحظ إن شاء الله في الدورة الاستدراكية يتوفق ويجاوب عليه امتحان مزيان، سواء عند الأستاذ بالحركة أو الرويسي أو جليلة الإدريسي أو الحلفاوي، ويجيب إن شاء الله نقطة مزيانة. واللي عنده شي تساؤل أو لا شي توضيح يحاول يتركه في التعاليق، وإن شاء الله غادي نحاول نجاوب عليه في أقرب وقت. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.